السلام عليكم. وعليكم السلام يا جميل قمر. انا محمود الساعاتي وده فيديو جديد من سلسله فيديوهات عين على النجوم. النجم اللي معانا النهارده المفروض نتعامل معاه طبقا لنظريه اتقل على الرز يستوي، لان الارقام اللي الاسطوره قال عليها مش متحققه فيه. ارقام يا كابتن. كمان الارقام التانية ضعيفه شويه عنده، لكن ليه اخترته هشرح لك دلوقتي. يلا بينا نبدا. تعال. اللاعب اللي معانا النهارده هو مازن ياسر، لاعب وسط وجناح نادي الجونه، صاحب ال20 عام. ايوه يا سيدي، علشان كده قلت لك ده لازم نتعامل معاه طبقا لنظريه اتقل على الرز يستوي. ولكن لو ما تقلناش عليه وحبينا نحكم دلوقتي نعمل ايه؟ تعال اقول لك. بالنسبه لارقام الاسطوره، ارقام يا كابتن. فمازن ما لعبش ولا مباراه بشكل اساسي مع فريق الجونه، لكنه نزل 4 مباريات بس كبديل، وعدد الدقائق اللي لعبها 202 دقيقه، يعني يعملوا ماتشين وحته كده. وطبعا ده رقم صغير قوي علشان نقول راينا في لاعب، لكن الحقيقه لو اتفرجت عليه هيخطف عينيك. وخليني اقول لك انه في ال 202 دقيقه دول الشاب ده ما سجلش ولا جول، لكنه اتاح له 5 فرص للتهديف، منهم فرصه واحده تم استغلالها بشكل صحيح. وعلى مستوى الاسيستات فقدر ان هو يعمل 3 فرص محققه للتهديف اتسجل منهم هدف واحد، يعني هو بيمتلك تمريره حاسمه واحده. كمان عمل تمريرتين مفتاحيتين، لكنه كان متوقع تسجيله في ال 202 دقيقه دول هدفين. ودي كده ارقام الاسطوره، لكن تعالى بقى للارقام الثانيه، وخليك فاكر انه لعب 202 دقيقه بس. مازن ياسر عمل 84 تمريرة، منهم 54 تمريرة صحيحة، يعني نسبة نجاح تمريراته 64%. لكن على مستوى العرضيات فهو عمل 5 عرضيات، والخمسة عرضيات غلط. لكن على مستوى استلامه للكورة قدر ان هو يستلم الكورة 75 مرة صح من اصل 76 مرة، يعني نسبة نجاح استلامه للكورة 99%. اما بقى بالنسبة لافضل ميزة عنده في هذه المراوغات، مازن ياسر عمل 11 مراوغة، منهم 7 مراوغات تموا بشكل صحيح، يعني نسبة نجاح مراوغاته 64%. والحاجة الأخيرة اللي هنتكلم عليها في الفيديو هي الحالة الدفاعية للاعب. بالرغم من إنه جناح مهاري صغير في السن، يعني عايز يسجل أهداف علشان يثبت نفسه، إلا إنه ما بيتخاذلش في الأدوار الدفاعية. يعني هو في 202 دقيقة لعبهم كبديل قدر إن هو يستعيد الكورة 15 مرة وبس كده يا سيدي. لكن قبل ما أختم الفيديو استنى، حابب أقول لك إن لو ربنا كتب له النجاح مع شوية التزام هنشوف موهبة كبيرة في الكرة المصرية. وحتة كده محدش يعرفها، اللاعب ده كان من ناشئين النادي الأهلي وخرج، وبعد كده قال ان ناشئين النادي الاهلي بيحصل فيها ظلم كبير. وبكده يكون خلصنا الفيديو. فلو عجبك الفيديو بقى ما تنساش تعمل لايك وشير وفولو للبيج، ولو بتتفرج على يوتيوب ما تنساش تعمل برضه لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهات السلسله. كنت معاكم محمود الساعاتي وعين على النجوم.